إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها حيا قيوما صمدا، تعالى عن صاحبه ولم يكن في ملكه شريك ولم يتخذ ولدا. لا إله إلا هو ولا رب سواه، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد، وله الحكم في الأولى والآخرة وإليه ترجعون. لا مبدل لكلماته ولا راد لأمره، وليس له كفوا أحد. له الحكمة البالغة فيما قضى، وله الأمر فيما أمر ونهى. له الأمر من قبل ومن بعد، وله العتبى حتى يرضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ذاك الذي طاب الزمان بذكره وتعطرت طرق الهدى من عطره، وإذا النسيم الرطب مر بقبره أهدى من المسك الذكي نسيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول المولى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. فبتقوى الله نجا من نجا وفاز ووصل إلى ما رجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. معاشر المسلمين، نقف اليوم مع حديث عظيم، قصة يذكرها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن نفر في من كان قبلنا، فيها العبر والآيات والدروس والعظات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحديث في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما 3 نفر كانوا يتماشون أخذهم المطر. بينما كانوا يمشون أثناء رعيهم أو حاجتهم، جاء
عليهم المطر، أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل، دخلوا إلى الغار في جبل من الجبال، فآووا إلى غار في جبل، قال فانحطت عليهم صخرة من الجبل وأقفلت عليهم فم الغار، وقعت صخرة كبيرة على هذا الغار وعلى بابه، فأغلق الباب تماما، انقطعت بهم الحبال، وأظلمت دونهم الدنيا، وأوصدت دونهم الأبواب، وتقطعت بهم الأسباب، فلا منقذ ولا مخلص ولا فرق إنقاذ أو غير ذلك، ما علم بهم أحد ولم يسمع بهم أحد، وليس ثمة مواصلات أو اتصالات مع من سينقذهم إلا حبل من الله، انقطعت حبال الناس إلا حبل من الله تبارك وتعالى، أغلقت جميع الأبواب إلا باب السماء لا زال مفتوحا، تقطعت كل الأسباب إلا سبب السماء لا زال ممدودا. قال أحدهم أو قال بعضهم انظروا في أعمال خالصة أو قال صالحة عملتموها لله تبارك وتعالى. انظروا في أعمالكم، قلبوا السجلات، راجعوا تاريخكم، ارجعوا إلى الوراء فالتمسوا نورا، لعل عملا صالحا، لعل عملا خالصا قدمتموه بين يدي الله، لا تبتغوا به مالا ولا أجرا ولا سمعة ولا شهرة ولا رياء، عملا تجرد القلب فيه لله سبحانه وتعالى، ابتغيتم به وجه الله والدار الآخرة. هل نستطيع اليوم أن نفتش في أعمالنا اليومية وفي تاريخنا عن عمل مثل هذه الأعمال؟ قال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكان لي صبية صغار، وكنت أرعى عليهم، فإذا رحت أي رجعت إلى البيت فحلبت لهم أي العشاء الحليب، فإذا رحت عليهم وحلبت لهم لم أبدأ أو أكره أن أبدأ بهم إلا بوالدي، أبدأ أسقي والدي أبي وأمي أولا ثم أسقي أولادي. قال فإذا أنا ذات يوم قد نأى بي الشجر، كان يرعى وذهب بعيدا بعيدا يطلب العشب والشجر ليرعى أغنامه، فتأخر قال فأمسيت، دخل عليه المساء، ثم عاد إلى البيت كعادته وراح على والديه وأولاده فحلب، قال فإذا بهما قد ناما، جاء إليهما ليبدأ والديه بسقي الحليب وبتقديم العشاء لهم، قال فإذا بهما قد ناما، فكرهت أن أوقظهما، وكرهت أن أبدأ بهما أهلا أو ولدا أو مالا، فبقي محتار، ما يستطيع أن يوقظهما من النوم لأنه يرى هذا فيه نوع سوء أدب مع والديه أو إزعاج لهما، أو ليس هذا من البر أن تزعج والديك وهما نائمين، ولا يستطيع أيضا أن يبدأ بسقيا أولاده الصغار، قال وهم يتضاغون
والصبية الصغار عند قدمي يتضاغون، يصرخون من الجوع، يريدون أن يشربوا الحليب ليناموا. قال فكرهت أن أبدأ بهما قبل والدي. قال فبقيت عند رأسهما حتى طلع الفجر. تخيل هذا الموقف، تخيل هذا البر والإحسان بالوالدين، وإنه لحق عظيم بعد حق الله تبارك وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انظر إلى الأمر الإلهي والقضاء الرباني بأنه لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين كما ربيانك. حملتك الأم في أحشائها 9 أشهر وحملتك في حجرها 2 كاملتين وحملتك طول عمرك في مجال حياتك ومراحل حياتك كلها، تحملت الأعباء والمتاعب والمشاق والآلام والزفرات والركلات وأنت في بطنها، أيقظت نفسها من نومها، سهرت لتنام وجاعت لتأكل أنت وتشبع وتعبت لترتاح أنت، ولو أن لها أن تقدم حياتها فداء لك لقدمتها. وهكذا أبوك تعب من أجلك، حمل لك الدنيا على ظهره وحملك همك وجهدك ومعيشتك وأتعابك وحياتك وهمومها ولوازمها على ظهره وعلى كاهله. يخرج صباحا ويعود مساء، يسعى في الأرض ويضرب في أطنابها ليأتي لك باللقمة الحلال ويوفر لك العيش الكريم ويوفر لك سبل التعليم والحياة الرغيدة قدر ما يستطيع. فحقهما بعد حق الله تبارك وتعالى. فلا تقل لهما أف. هذه الكلمة البسيطة كم منا اليوم من يتأفف لوالديه أو على والديه خاصة عند الكبر. لهذا قال الله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. الشائب والأب أو الأم عندما تكبر في السن تكثر الطلبات وربما يكثر الكلام، وهذا شيء جبلي فطر الله الناس عليه، فيبدأ الشباب والأولاد يتضايقون. سبحان الله، ما تضايق أب منك وما تضايقت أم منك أبدا وأنت تتعبهما ليلا ونهارا. ما قال لك أف ولا قال لك ابتعد، بل على العكس من ذلك يفرحان بطلباتك ويسران بتقديم الخدمات لك، وأنت في آخر عمرهما تقول لهما أف، أكثرتم من الطلبات، أف كل شيء علي، أف ماذا قدمتم لي في حياتي، أف لك أيها الشائب، أف لك أيتها العجوز. كم من كلمات تقال من قبل أبناء العاقين والله المستعان. بل كم من أناس اليوم إذا كبر أبوه أو أمه أخذها إلى الملجأ أو إلى دار المسنين والعجزة، وهناك قصص كثيرة تدمي القلب والعين من مثل هذه المآسي وهذا العقوق الظاهر. بل هناك ما هو أعظم من ذلك، من يمد يده على أبيه أو على أمه ليضربه أو يضربها أو يركله أو يركلها أو يدفعه أو يدفعها. أي شيء أعظم من ذلك؟ أي جرم أكبر من هذا الجرم بعد جرم في حق الله تبارك وتعالى؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
وبالوالدين إحسانا. وهكذا في كثير من الآيات يأمر الله بحقه ثم حق الوالدين مباشرة. فهل يعقل الأبناء؟ وهل تستفيق البنات ويعرف كل منهم حقه على والديه؟ فالأم جنة الله تحت قدمها، والأب هو أوسط أبواب الجنة. إن شئت فاحفظ هذا الباب أو اتركه. ويا لهناء وسعد من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما فقام بالإحسان إليهما وبرهما، فإنه من أعظم الأعمال إلى جنة السماء والأرض، جنة عرضها السماء والأرض. قال هذا الرجل: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، أي منعت أولادي من الشراب من العشاء حتى يشرب والدي أولا ويشبع والدي ثم أولادي، وانتظرت قائما على رأسهما والحليب الغبوق بيدي حتى بزغ الفجر فسقاهما ثم سقى أولاده. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. فتزحزحت الصخرة وانفرج الأمر فرأوا السماء، غير أنهم لا يستطيعون الخروج بمقدار الثلث. ثم تقدم الثاني فقال: اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فكنت آمرها عن نفسها، أريد أن تخلي بيني وبينها. في بعض الروايات فخطبتها إلى أهلها فتمنعوا، وفي رواية فأبت إلا أن أعطيها 100 دينار. قال: فعملت وطلبت 100 دينار، ذهب للعمل والشغل حتى جمع 100 دينار. قال: فجاء بها إليها فقعدت منها، وقال: حتى إذا قعدت منها كما يقعد الرجل من امرأته، أو في بعض الروايات فإذا قعدت بين رجليها قالت: يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ما يجوز، خاف من الله، ماذا ستفعل؟ أي جريمة ستفعل؟ أي فاحشة سترتكب؟ فاحشة عظيمة. قال الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وتركت المال لها خوفا من الله. تذكر هذه الكلمة. المؤمن دائما إذا ذكر وإذا تذكر وإذا ذكروا الله رجعوا إليه وأنابوا. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. خاف من الله في تلك الساعة، تذكر يوم أن ذكر، وانتبه يوم أن نبه، ورجع عن غيه يوم أن صد وذكر بالله تبارك وتعالى. كم من أناس اليوم تقول له: اتق الله، يا فلان هذا حرام، يا فلان هذا حرام، هذا جريمة، هذا حد من حدود الله، وما زادهم ذلك إلا عتوا كبيرا، إلا طغيانا ونفورا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قال: فقمت عنها وتركت المال لها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. فتزحزحت الصخرة بقدرة الله تبارك وتعالى وانفرجت عنهم فرجة أكبر من سابقتها، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. لا زال مساحة حتى يستطيعون الخروج. تقدم الثالث
لينظر في أخلص وأصلح عمل قدمه لله. قال: اللهم إنه كان لي أجير يعمل لدي، عامل وكان قاعد يشتغل معايا، فإذا قضى عمله أعطيته أجرته، فأعرض وذهب كأنه ما اتفق أو ما رضي أو شيء من هذا، ذهب وترك أجرته عند صاحب العمل. قال: فنميت له ماله وثمرت له ماله، فاشتريت به بقرا، كان يشتغل ويزرع، وكان في بعض الروايات يعمل في الأرز، أو أعطاه قيمة من قيمة الأرز، فذهب وتركه، ثم باع ذلك المحصول واشترى به بقرا، وهكذا تكاثرت هذه الأموال وتكاثرت هذه البهائم حتى أصبحت واديا كبيرا. ثم بعد فترة من الزمان قال: جاء هذا الرجل وقال: يا فلان اتق الله وأدي إلي مالي، أنا كان عندي أو كان لي عندك قروش ومال وأجرة في يوم كذا وكذا، تذكر؟ قال: كل ما تراه من هذه البقر وراعيها هو لك. قال: أتهزأ بي؟ أنت تسخر مني؟ تتريق علي يعني ولا شنو؟ أتهزأ بي؟ قال: لا أهزأ بك، والله لا أهزأ بك، كل هذه الأبقار وراعيها هي لك. انظروا إلى الصدق والأمانة والخوف من الله. هذا مالك، اشتريت به وشغلته واستثمرته حتى أصبح بهذا الكم وبهذا العدد، خذه فإنه مالك. قال: فأخذه كله واستاقه وذهب. هل نستطيع اليوم أن نفعل هذا؟ هل أحد منا يفعل هذا الشيء؟ اليوم إذا ذهبت للشراء من بعض الناس الباعة يغشك ويخدعك ويضع الطعام الخربان والخرب في الأسفل، أو يدسه لك في الكيس بدون أن تشعر بطريقة ما. وإذا أعطيت إنسان مال ودخلت معه في شراكة، بعد فترة ربما يخدعك ويزيد عليك، تتفق على نسبة ثم يقول: لا، ما اتفقت معك بهذه الطريقة، نسبتي أكبر، أنا تعبت أكثر منك. أو من الناس من إذا وضعت عنده مال أو استلف منك أو استدان، يأتي بعد فترة يقول لك: ما أعطيتني شيء وما استدنت منك شيء، اذهب، هل عندك دليل؟ هل عندك برهان؟ هل عندك إيصال؟ هل عندك ما يثبت ذلك؟ والمسكين يكون قد وكله إلى إيمانه وإلى العلاقة والثقة بينهما، ثم يخدعه ويأكل ماله. كم من أناس اليوم يأكلون أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يأكلون ولا يبالون، يأكلون أموال الناس والفقراء والذين ليس لهم ظهر أو سند من يقوم معهم ويدافع عن حقوقهم، يأكلون أموالهم بكل سهولة وبكل برود، ولا يخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه الحقوق لا تضيع عند الله. والله لئن أكلت مال إنسان كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وظلمته حقه، يحاسبك الله على ذلك حتى وإن كان كافرا، فما بالك بأن تظلم أخاك أو قريبك أو جارك أو أي إنسان مسلم؟ إنه شأن عظيم وخطر كبير وجرم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، ممنوع تأكل مال أخيك بغير حق. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، أعطيته هذا المال كله، تعبت سنوات ثم أصبح بهذا القدر، ثم جاء وأخذه كله. يا رب إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فتزحزحت الصخرة وذهبت أو ابتعدت بعيدا ورأوا السماء، ثم بعد ذلك خرجوا يمشون.
كانوا في محنة عظيمة وفي ورطة كبيرة، ربما يموتون من العطش والجوع وهم في ذلك الغار، لن يسمع بهم أحد ولن يعلم بهم أحد، سيظلون حتى يموتوا لولا رحمة الله سبحانه وتعالى أولا، ثم ما قدموا في حياتهم من أعمال صالحة. لتعلم أيها المسلم كم هو مقدار الأهمية للأعمال الصالحة الخالصة في حياتك. هو الذي خلقكم، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أعطاك الله الحياة ومنحك ووهبك الكثير من النعم حتى تتقرب إليه بالأعمال الصالحة، وهي سبيلك إلى الجنة وإلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم يسر أمري وأمر أخواني والمسلمين، اللهم يسر أمرنا وحفظنا بعبدك، تولنا بأس رحمتك ولنا ولوالدينا وعلينا. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد عدد ما خلقت، ولك الحمد ملء ما خلقت. اللهم لك الحمد عدد ما في الأرض والسماء، ولك الحمد ملء ما في الأرض والسماء. لك الحمد يا ربنا عدد ما أحصى كتابك، ولك الحمد ملء ما أحصى كتابك. لك الحمد عدد كل شيء، ولك الحمد ملء كل شيء. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وحجة للعاملين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالبينات والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والأصحاب دواما سرمدا. صلى عليك الله يا خير الورى، ما أمطرت مزن وما سيل جرى، صلوا عليه وسلموا لا تفتروا، إن الصلاة عليه غنم يشترى. وبعد، معاشر المسلمين، من الفوائد العظيمة، وهناك فوائد كثيرة في هذا الحديث وفي هذه القصة التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقف مع بعضها لضيق الوقت. الفائدة الأولى أن الأعمال الخالصة لوجه الله هي تنجيك من المصائب، تنجيك من الشدائد، تنجيك من المحن بإذن الله تبارك وتعالى. وأنه أيضا يجوز للمسلم أن يقدم بين يدي دعائه إذا أراد الله أن يجيب دعاءه عملا صالحا. يا رب، عملت يوم كذا وكذا، بينك وبين الله، عملت يوم كذا وكذا عملا ابتغيت به وجهك، ما كنت أريد أحد يسمع بهذا العمل ولا أحد ينظر إلي وأنا أعمل هذا العمل، عملته ابتغاء وجهك والدار الآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، توسلوا إليه بالأعمال الصالحة، الأعمال الخالصة. أما العمل الذي تعمله بغير نية، أما العمل الذي تعمله برياء أو بسمعة أو ليقال عنك كذا وكذا، فإنه لا ينفعك عند الله ولا يقبله الله سبحانه وتعالى، لا يقبله الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
العمل الصالح أن يكون على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لا يشرك به أحدا إلا لله وحده فقط، لا يريد من أحد أي شيء، لا مال ولا سمعة ولا ذكر حسن ولا أي شيء، يبتغي وجه الله والدار الآخرة. هذا سبب من سبب النجاة تحصل للمسلم اليوم، وكم من مصائب ومحن وبلاء ورزايا وحروب وفقر وتسلط أعداء. هذه فتن ومحن ومصائب وشدائد. ماذا تريد؟ تريد أعمال صالحة، أكثر من الأعمال الصالحة، أكثر من الأعمال الخالصة لوجه الله، فهذا سبيل للنجاة، سبيل للنجاة. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، أي سارعوا وأكثروا من الأعمال الصالحة فإنها ستكون فتن. أو قال: فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يتقلب الزمان، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ونحن في زمن الفتن والمحن والبلايا، يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى أعمال صالحة، لا إلى منكرات ولا إلى فواحش ولا إلى بعد عن الله سبحانه وتعالى. فما تزيدك هذه إلا وهنا وضعفا وبعدا عن الله، وتزيدك بلاء ومصيبة، فتحيط بك البلايا وتلتف حولك الرزايا، ويتركك الله ويكلك إلى سوء أعمالك. أما الأعمال الصالحة فإنها تنجيك بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي سبب من سبب النجاة. أرأيتم كيف أن هؤلاء الثلاثة وقعوا في مأزق، وقعوا في مصيبة، كادوا أن يموتوا جوعا وعطشا ولا يدري بهم أحد، لولا رحمة الله، ثم قدموا بين يدي الله أعمال صالحة خالصة. وكان من أهم تلك الأعمال بر الوالدين، وكان من أهم تلك الأعمال العفاف وعدم الخوض في أعراض المسلمين، وكان من أهم تلك الأعمال أداء الحقوق إلى أهلها وعدم أكل أموال الناس بالباطل. هذه أعمال كثيرة اليوم يقع الناس بها، 3 أعمال لو رأيتها في حياتنا اليوم لقدنا مفرطين فيها كثيرا: طاعة الوالدين إلا من رحم الله، العفاف إلا من رحم الله، تجد الفواحش، المنكرات، الزنا، اللواط، الأشياء القذرة انتشرت بين المسلمين والعياذ بالله، ثم أكل أموال الناس بالباطل وأكل حقوق الناس أيضا انتشر واشتهر وكثر في هذا الزمان. كيف ينجينا الله؟ كيف يزيح الله صخرة البلاء التي نزلت على المسلمين؟ كيف يزيح الله عنا صخرة المصائب والشدائد وتكالب الأعداء؟ كيف يزيح الله عنا صخرة الأوبئة والأمراض والأسقام التي لم تكن في أسلافنا الذين مضوا؟ كيف يزيح الله عنا هذا البلاء وهذا هذه المحن وهذا الضعف وهذا الهوان والذلة بين الأمم؟ لأن صخرة المعاصي لا زالت جاثمة على صخورنا، فلن نرى صفاء سماء النجاة والفلاح والفوز والنصرة إلا بأعمال صالحة خالصة ورجوع إلى الله صادق بإذن الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عباس قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني، أو قال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قال: بلى. قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لا يقدروا عليه، وأنه لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يقضه الله عليك
لم يقدروا لذلك إلى آخر الحديث. فقال له احفظ الله، أي احفظ حدود الله، احفظ شرع الله، احفظ أمر الله، يحفظك من الفتن والمحن والبلاء. احفظ الله تجده أمامك، يوفقك في كل عمل، يسدد خطاك ويعينك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تقرب إلى الله، كن مع الله في الرخاء، في زمن اليسر، في زمن الأمن والأمان والعافية، لأنه سيأتي يوم شدة، سيأتي يوم مرض، سيأتي يوم بلاء، وسيأتي يوم محن. فمن كان بعيد عن الله في الرخاء سيكون الله بعيدا عنه في الشدة، ومن كان قريب من الله في الرخاء كان الله منه قريب في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهكذا كان حال هؤلاء الثلاثة، أنهم تعرفوا إلى الله في رخائهم وفي أمنهم، فتقربوا إليه بأعمال صالحة خالصة عظيمة من أنواع البر والتقوى، فنجاهم الله مما حل بهم. فكانت هذه من أعظم الدروس التي نستفيدها من هذا الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بكتابه وسنة نبيه. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. نسألك اللهم في هذا اليوم المبارك وهذا الشهر الحرام المبارك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أيما إلا حصنته زوجة صالحة رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك ينصر دينك وعبادك المستضعفين إلا نصرته وأيدته يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين جميعا في كل أرضك البلاء والغلاء والفتن والزلازل والفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لوالدينا ولإخواننا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وإخواننا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه بقول من لم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.